اكيد حاجه بيضيع فيها اي شخص اكتر من تلت يومه، سواء بقى كنت شخص غني شخص فقير، ساعتك ب1000 دولار ولا حتى ب10 جنيه، فكده كده في الاغلب انت تلت يومك ضايع في الشيء ده. فمن الطبيعي ان الشيء ده يكون باهميه الوقت ده كله. النوم. طب بما ان النوم بيهدر كتير قوي كده من عمر الانسان، والكل عمال يقول لك ما تنامش واشتغل 20 ساعه وروح اتمرن في الساعتين الباقيين، وحرفيا بيقولوا لك كده ما تنامش. طب ما حدش فكر قبل كده لو استغلنا الوقت اللي رايح ده كله في النوم هيعود علينا بايه؟ ايوه زي ما سمعت كده. خليني اقول لك ان قله النوم ممكن حرفيا تتسبب في وفاتك. وتعالى اقول لك ازاي. في الاغلب واعتيادك ان انت تنام يوميا اقل من 7 ساعات، فده على المدى الطويل هيعمل لك مشاكل كتير جدا. وتعالى اقول لك على شويه منهم. مبدئيا كده قله النوم بتضعف جدا من جهازك المناعي، وبالتالي بتكون عرضه اكتر للاصابه بالامراض. تاني حاجة قلة النوم ممكن تتسبب فيها على المدى الطويل، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي زي ما هتكون مفاجأة لأغلبكم، إن قلة النوم بتزود أكتر من ضعفين خطر إصابتك بالسرطان، طبعا بالمقارنة بشخص تاني بياخد كفايته من النوم. مش بس كده، قلة النوم كمان بتتسبب بشكل ملحوظ في إضعاف الذاكرة، وبالتالي ممكن تكون عرضة قدام إنك يجيلك مرض زي الزهايمر. ناهيك بقى طبعا عن الامراض المتعارف عليها من قله النوم زي السمنه والضغط والسكر. طبيعي جدا بما اننا كلنا عارفين ان معظم هرمونات جسمنا بتفرز او بتنظم واحنا نايمين، بالذات في مرحله النوم العميق، فطبيعي جدا ان قله النوم وعدم انتظامنا فيه هيلخبط جدا من عمل الهرمونات دي. وخلي بالك ان كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده على المدى الطويل بس. تعال اقول لك بقى على المدى القصير قله النوم ممكن تعمل فيك ايه. اللي هو لو ما نمتش امبارح كويس او مطبق بقالك يومين، او في خلال اسبوع كده نومك مش مظبوط، ممكن يعود عليك بايه؟ بعيدا عن ان انت هتقوم تاني يوم تايه ومصدع وحاسس كده انك مقريف واليوم مش عايز يخلص، فبعض العلماء لقوا ان قله النوم بتوجهك لشكل مباشر لعمل عادات سيئه. زي مثلا كده لما بتكون سهران ومطبق فبتخش تفتح تلاجتكو وتمسك حتتين جبنه رومي على رغيف عيش تسيحهم وتاكلهم، او تقعد بقى تشرب قهوه ونسكافيه الساعه 2 بالليل وانت وراك تاني يوم شغل الساعه 7، على امل ان ده هيفوقك ويحسسك ان انت مش محتاج تنام او حاجه. وخلينا ازيدك من الشعر بيت، قله النوم بس لمده 5 ايام بتعمل لك اضطراب في نفسيتك، او بمعنى اصح بتعمل لك لخبطه في المشاعر، اللي هو بتبقى مش عارف امتى تضحك وامتى تحزن، او الموقف ده المفروض ادي فيه رد فعل ايه، رد فعل مبسوط او رد فعل حزين. يعني من الاخر كده بتخليك زيك زي المسطول. طيب اذا النوم مش مضيعه للوقت ولا حاجه زي ما بيروج ليه، بالعكس ده النوم هو اللي هيترتب عليه بقيه يومك هيبقى ماشي ازاي، وهل فعلا هتعرف تنتج وتنجز في اليوم ده، ولا هتفضل طول اليوم مقريف وحاسس انك مصدع. طيب ازاي بقى ننام بشكل صحيح؟ خلينا الاول قبل ما اقول لك ازاي تنام بشكل صحيح، احنا ليه بننام اصلا، او ليه بيجي لنا احساس ان احنا عايزين ننام؟ على مدار اليوم بتاعنا من اول ما بتصحى من النوم لحد ما بترجع تاني للسرير بيتفرز مركب اسمه مركب الادينوسين، ومع عمل الانشطه اليوميه سواء بقى كانت انشطه بدنيه او ذهنيه، فالماده دي بتبدا تتراكم في جسمك وتروح ترتبط بحاجه اسمها مستقبلات الادينوسين، اللي من دورها بتبدا تبعت اشارات للمخ انه كفايه كده النهارده، وبالتالي بيبدأ مخك يحسسك بإحساس الإرهاق أو الخمول أو إنك عايز تنام. وآخر النهار مع دخول الليل ودرجة الحرارة بتبدأ تقل شوية بيتفرز هرمون اسمه هرمون الميلاتونين، واللي في بعض الناس بتطلق عليه هرمون النوم. خليني أقول لك إن هرمون الميلاتونين ده بيعشق الضلمة. يا راجل ده بيتفرز بالليل أكتر ب10 أضعاف من إفرازه الصبح. وهرمون الميلاتونين كمان بيتأثر جدا بدرجات الحرارة القليلة، وبالتالي بيتم إفرازه بشكل أكبر وأفضل في درجات الحرارة المنخفضة، وده بيساعدك على نوم أعمق. وعشان كده في فصل الشتاء بما ان درجه الحراره بتكون قليله طول اليوم والليل طويل بتحس ان انت عايز تنام اكتر، وتقعد بقى طبعا تقول للحاج والحاجه نفسي ببطانيه 65 كيلو ويكون طولها 160 سم وتكون ناعمه كده وبتدفيني، يعني انت فاهم بقى، مش عايزين نخوض في تفاصيل اكتر. ولحد هنا تمام، بتعمل انشطه على مدار اليوم فبتفرز الادينوسين في جسمك، ومع دخول الليل بيتفرز هرمون الميلاتونين اكتر ب10 اضعاف من افرازه الصبح، وبالتالي بتحس ان انت عايز تنام. طيب امال فين المشكله؟ المشكله اننا في الزمن اللي احنا فيه ده لا بيتفرز هرمون الادينوسين بشكل طبيعي ولا بيتفرز هرمون الميلاتونين بشكل طبيعي. وتعالى اقول لك ازاي. اولا زي ما قلنا مركب الادينوسين عشان يشتغل لازم الاول يروح يرتبط بمستقبلاته عشان يبدا يبعت اشارات عصبيه للمخ تحسسك بالتعب او بالخمول، واللي بيجي هنا مركب الكافيين واللي ليه نفس الخصائص الكيميائيه بتاعه الادينوسين ويضربه وياخد مكانه ويمنع وصول اي اشارات للمخ تحسسك بالتعب او بالارهاق، ويحسس الجسم انه تمام ولسه نشيط ومفيش اي احساس بالتعب، ولكن في الحقيقه انت جسمك بيكون تعبان ومستويات الادينوسين قاعده عماله تعلى وتتراكم في جسمك، ولكن الفكره كلها ان هي مش عارفه تروح ترتبط بمستقبلاتها. وعشان كده بنلاقي معظم اخصائيين التغذيه بينصحوا بعدم دخول اي ماده كافيين لجسمك قبل ما تنام، على الاقل قبل ميعاد نومك ب6 ساعات.
وعارفك اللي هتيجي تقول لي بس انا بشرب قهوه وبخش انام بعدها عادي. هقول لك انا قلت ان الكلام ده عند معظم الناس مش عند الناس كلها. وحته ان انت بتشرب قهوه وبتخش تنام عادي دي لها اسباب تانية هنبقى نتكلم عنها في فيديو تاني. تعالى هنا تاني. وخليني اقول لك ان الكافيين مش موجود في القهوه بس، الكافيين موجود في القهوه والشاي ومعظم مشروبات الطاقه والبري ورك اوت والمشروبات الغازيه والشوكولاته والكاكاو، وموجود في حاجات تانية كتير جدا بس بتكون بنسب قليله. طيب دي مشكله الادينوسين. طب هرمون الميلاتونين ليه في مشكله في الزمن اللي احنا فيه ده؟ زي ما قلنا في اول الفيديو ان هرمون الميلاتونين بيعشق الضلمه، وعشان يتفرز بشكل مناسب ويخليك تنام بشكل اعمق لازم توفر له جو معين كده. يعني هرمون الميلاتونين ده انا بحس هرمون رايق كده شويه، لازم توفر له درجات حراره منخفضه وجو ليلي مناسب كده يكون مظلم. هرمون رومانسي. ولكن هو ايه اللي معظم اغلبنا بيعمله دلوقتي؟ اللي بيعمله معظمنا اللي انت ممكن تكون نازل الساعه 7 الصبح ولابس نظاره شمس زي حالاتي كده وشايف الدنيا حواليك كلها مضلمه، وممكن تكون راجع بالليل الساعه 1 لبيتك ومنور انوار ملعب، او ماسك شاشه التليفون لازقها جوه عينيك. طيب وايه الحل؟ الحل اننا هنحاول على قد ما نقدر نظبط البيئه اللي حوالينا شويه. يعني مثلا وانت نازل الصبح يفضل انك تعرض نفسك للشمس لمده 10 دقائق كده او ربع ساعه، وبعد كده بقى البس نظاره الشمس عادي. والعكس صحيح، وانت راجع بالليل حاول على قد ما تقدر ما تعرضش نفسك لمصدر اضاءه عالي، وانت جاي تنام يفضل ان انت تنام في الضلمه. ولو حبكت يعني ولازم تمسك التليفون فممكن نخلي التليفون في وضع الريد مود او نقلل شويه من السطوح بتاعه، مع اني مش بفضل ده بس ده في اصعب الظروف. وحاجه برضو بتساعد جدا في افراز هرمون الميلاتونين بشكل مناسب اللي انت تخلي الجو فيه كده لسعه بروده، مش قوي برضو لان ده ممكن يجيب نتيجه عكسيه ويعمل لك توتر ويخليك مش عارف تنام اصلا، ولكن ممكن نخلي الجو فيه نسمه بروده كده او مايل الى السقعه. اذا فخليني اقول لك ان جوده النوم مش اهم من عدد ساعات النوم، ولكن باهميه عدد ساعات النوم، ولازم يكون في بالانس بين الاثنين، لا جوده نوم عاليه بعدد ساعات قليله ولا عدد ساعات نوم كتير بجوده نوم قليله، لازم نعمل توازن بين الاثنين. انا ككوتش مقتنع جدا ان اي شخص رياضي ايا كان نوع الرياضه اللي بيلعبها يومه ماشي بمثلث كده مكون من 3 ضلوع. اول ضلع الاكل، تاني ضلع التمرين، تالت ضلع اللي تحت النوم، والتلاتة باهميه بعض وبيكملوا بعض. اي نعم لو التلاتة بايظين فممكن الاول نبدا بضلع التمرين وبعد كده باقي الضلوع هتتظبط. فانت لما بتبدا تتمرن كويس وتتمرن صح بيصعب عليك قوي ان مجهود التمرين ده كله يتحرق في وجبه كده. وطبيعي ان الميكانيك تنشن اللي بتحطه على العضله طول ما انت بتتمرن بيخلي عندك احتياج اكتر للنوم. ممكن نبدا بالتمرين الاول عشان نعرف نظبط الباقي، بس زي ما قلنا من شويه ان التمرين لوحده مش كفايه، ولازم جدا عشان تلاقي نتائج صح وتعيش حياه صحيه بشكل كامل تظبط الضلعين الباقيين. وانت كشخص رياضي كل يوم بتعمل لود على عضلاتك لازم تديها استشفاء كويس عشان تعرف تعلى بادائك في التمرين. وعشان جسمك يعرف يعمل استشفاء كويس لعضلاتك لازم تخش في مرحله النوم العميق او اللي بتعرف باسم الان ريم سليب، وهي دي اللي بيحصل فيها لجسمك استشفاء لكل عضلاتك وكل انسجه جسمك والخلايا التالفه، وهو ده اللي هيخلي عندك اداء افضل وتحسن في ايا كان الرياضه اللي بتلعبها. فكونك شخص رياضي لازم تهتم جدا بعدد ساعات نومك وجودته. وتصبح على خير.